السلام عليكم متتبعي الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. فرنسا تعترف بارتكاب خطأ في حق المغرب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانضمام إلى القناة لتتوصلوا بجديد أخبارنا. أكد مجموعة من المحللين السياسيين سواء من فرنسا أو المغرب أن هناك جهودا مكثفة في كواليس تهدف إلى إذابة جليد الخلاف القائم بين المغرب وفرنسا، والذي وصل خلال الأشهر الأخيرة إلى حد القطيعة الغير المعلنة. ووفقا لذات المصادر فإن هذه الفرضية تزكيها المعطيات المتوفرة حاليا، وعلى رأسها اعتراف السفير الفرنسي بالمغرب بارتكاب خطأ في قضية تشديد شروط الحصول على التأشيرة بالنسبة للمغاربة، وإعلانه عن رفع هذا الإجراء بشكل فوري، وكذا قيام الرباط بتعيين سفير لها بباريس لملء الكرسي الذي ظل شاغرا لطويل مدة. ويرى المحللون أن صناع القرار بفرنسا أدركوا جيدا خطأ الإبقاء على علاقة سيئة مع المغرب، علما أن علاقتهم بالجزائر بدورها لا تمر بأفضل أوقاتها، وبالتالي فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد على الإرجاح بوارد انفراج الأزمة بين البلدين وصلح المغرب وفرنسا، وذلك باعترافها بالخطأ.